يوسف خضيت خضه صيني دي. لا دي خضه بلدي وانت الصادق. قشطه يا يوسف. ايه طمني، عملت ايه؟ انت عملت ايه يا حاج؟ انا الحمد لله اشتريت واطمنت وشحنت وكل شيء تمام. امورنا دقيقه صغيره تحت امرك لو في حاجه محتاجها. ما تحرمش منك يا كبير. ناوي تلعب فين المره دي يا حاج؟ لا، السؤال ده ما جاوبش عليه دلوقتي. السؤال ده جاوب عليه في مصر لما البضاعه تنزل والتجار يجوا يتحايلوا عليك عشان تجي ابيع لهم. على عشان ليه؟ وكالة الدقاق فضيت. بس خلي بالك المره دي بلعب لوحدي في السوق. الله 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 الله. ايه خدت توكيل الجلود في الصين تما ولا ايه؟ مش عرفك يا دقاق ان انا بلعب في الجلد. جرايه جاد. انت مش عارف ان انا بعرف كل حاجه ولا ايه؟ وبعدين على فكره بقى، انا لا مؤاخذه داخل في كل حاجه ليها دعوه بالجلود، من اول اللا مؤاخذه ها لغايه اللا مؤاخذه المحفظه. لا مؤاخذه طول عمركم شغالين بالجواسيس بره وجوه، لا مؤاخذه. حسبي الله ونعم الوكيل. ما تيجي نشربك حاجه في ها؟ معلش يا وحيد، ما تضايقش نفسك. انا عارفه انك زعلان من بابا علشان اللي عمله معاك، بس انت عارف بابا عصبي جدا وبيعمل معانا كلنا كده. بس ما بيهنكوش، ما بيمسحش بكرامتكم الارض، ما بيذلكوش ذل الكلاب. مش عارف هو بيعمل معايا كده ليه، مع ان انا ابنه من صلب زيكم. معلش عشان خاطري ما تزعلش، والنبي ما تزعل، وكل حاجه ان شاء الله تبقى كويسه. دي سمر سابت الاكل وجات يا حبيبي عشان تطمن عليك، عشان خاطري يا وحيد. اكبر بخاطرها وما تخليهاش زعلانه، قولها انك انت بقيت كويس ومش زعلان كمان. مش زعلان يا صبري، بجد يا وحيد. انا ما بعرفش اكذب يا صبري. الشهاده لله يا ابني، فعلا انت ما بتعرفش تكذب ابدا. ربنا يخليك ليا يا وحيد، ريحت قلبي وحياة ربنا. هسيبك بقى عشان تستريح انت كمان. استني يا حبيبتي خديني معاكي، انا عندي شغل كتير قوي في المطبخ. بقول لك ايه يا حسونه، اوعى تسيبه، خليك جنبه. وبعدين بقى بصراحه انا هعمل ام علي عشان سمر طالبها اعملها لها انا بايديا. يا حبيبتي ربنا يلا يا يخليكي حبيبتي. ليا يا دوسه يا قمر انت. انا كمان بعرف اعمل ام علي وابو علي. روق يا حيده، روق يا حبيبي، روق كده وقول كلام من اللي بيخلي الواحد يبقى رايق قوي كده. الواحد لما يكون زعلان تقوله يروق. كلام ايه ده؟ اللي انت دايما تقوله لي لما ابقى متضايق، وبعدين تقول لي الكلام ده فابقى مش متضايق. مش فاهم حاجه. الكلام اللي هو زي كبر وبكره تفرج. انا قلت لك كبر وبكره تفرج؟ لا ده معناه يعني هي حاجه كده فيها العين والدمع وحاجه بتجري دع الامور تجري في اعنتها. ايوه اسم الله عليك، هي اعنتها دي. ايوه. ولا تبيتن الا وانت خالي البال. ايوه. ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.